يا جماعه بصوا الراجل الاجنبي ده طالع يقول لنا ان هو عرف سر برجر فايف جايز اللي هو تقريبا اشهر مطعم برجر على مستوى العالم. بصوا يا جماعه الطريقه بجد شكله جامد جدا جدا، وبصراحه يا جماعه انا كواحد عاشق للبرجر كان لازم اجرب الطريقه دي. اول حاجه هتعملها هتصلي على النبي وهتجيب حته لحمه مفرومه زي اللي قدامك دي كده بالظبط، وخلي بالك لازم يبقى فيها نسبه دهون. هتفضل بقى تقلبها وتعفصها في بعض كويس جدا لحد ما تبقى الكوره متجانسه كده. بعد كده هتهرسها ما بين ورقتين زبده. هتقولي ليه ورقتين زبده؟ اقول لك نظافه يا اخي. وهتهرسها بقى باي حاجه عندك، المهم عندنا اللي هي توصل للسم كده كده بالظبط بيرفكت. هتجيب بقى اي طاسه عندك ما بتلزقش وهتدهنها زبده وهتنزل بالبرجر بتاعك، وعم بهر البرجر على جنب واحد ملح وفلفل اسود بس. واول ما ياخد الكراست كده معاك هتنزل بالطاسه تاني، وهتحط بقى البنز بتاعت العيش ديت بس هتحطها مقلوبه، وهتحط بقى الامريكان تشيز فوق الوش. وعايز اقول لكم ان انا ما لقيتش الامريكان تشيز دي غير عند واحد بس، هسيب لكم اللينك بقى في الكومنتات. بعد كده بقى هتحط البرجر فوق الخيار المخلل وطبقه البان الثانيه، واقفل بقى بفويل. هنقفله بقى بفويل كده حوالي مثلا 10 دقايق ولا حاجه. وها قد وصلنا. انا سايبها تقريبا في الفويل حوالي مثلا 10 دقايق ربع ساعه بحيث بس الجبنه تسيح والدنيا تتظبط، يعني زي ما هو قال في الفيديو بالظبط. بسم الله. الناس اللي بتحب البرجر اللي هو الميسي ده اللي هو فيه لحم وبتاع هيعجبهم قوي. بص هو ساندوتش سيمبل جدا جدا على فكره، يعني هو بص بقى الجبنه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الجميل في الموضوع ان بصوا ان الجبنه والعيش تقريبا حاجه واحده تمام، بس عاملين مع الكراست بتاعت العيش اللي بره دي مديها طعم جامد قوي 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 فوق ما تتخيلوا. شايفين الجبنه ده اللي انا بكلمكم عنه بقى. يا لهوي عيش معانا. يا لهوي انا مش قادر اقاوم. تحفه 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 بجد. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان ممكن الطريقه دي تبان لكم عاديه بس هي فيها تفاصيل وتريكات صغيره قوي 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 فارقه في الطعم بغباء. اول تريكه ان انت لما بتقلب العيش اصلا جنب العيش التاني ده بيبقى بيتحمل الحراره شويه عن اللي جوه، بيبقى اطرى اللي هو الجزء اللي جوه ده اللي هو اللي بيبقى الفلافي كده، انت فاهمني؟ فيبقى العيش من جوه طري وفيه جبنه ومن بره مقرمش، فاهمين؟ التريكه بقى اللي ابهرتني بجد حته الفويل ده. يعني انا اصلا كان فكري الفويل ده مثلا عشان نحفظ الاكل او كده، لا ده عايز اقول لكم خلى الساندوتش متجانس بمعنى الكلمه حرفيا كده متجانس. بجد جربوا الطريقه دي هتتبسطوا قوي قوي. ما اعرفش انا قربت من فايف جايز ولا لا، بس هو الراجل بيقول ان دي هي طريقه فايف جايز. كان حاطط كمان كارملايزد اونيون وكده، انا ما حطيتش تمام، بس بجد تحفه غير اي برجر هتاكله في حياتك. ثانيه سلام سلام سلام.